زيزو قال له بالنص كده: انتوا نادي ما بتحترموش نجومكم وبتسلطوا الجمهور يشتم فينا ويشتم في زوجاتنا علشان سيبناكم ومشينا. ده الحمد لله ان انا ما كملتش عندكم، الاهلي نعمه كبيره. قال له كده. السلام عليكم. عزيزي الاهلاوي الجميل، الفيديو ده مهم جدا ولازم تسمعوه للاخير، لان هتشوف فيه زيزو وهو بيقول كلام هيشفي غليلك شويه من اللي حاصل اليومين دول من مدرج الزمالك. زيزو في لقاء كان فيه افتتاح مشروع لنجم كبير جدا، واتقابل مع صحفي زملكاوي ودردشوا مع بعض، فبيقول له: ما تزعلش يا زيزو ومش عارف ايه، والجمهور زعلان. قال له: زعلان؟ يشتمني بزوجتي ويتهمني في عرضي؟ ما انتوا عندكوا عادي، زي ما قال كهربا كان بيتف عليكوا وكان بيقول عندكوا عادي. ايوه عندكوا عادي، لان مرتضى منصور كان بيشتمكوا ال 24 ساعه بامهاتكوا وبتقولوا عليه ذكر. زيزو قال له: من الاخير انتوا هتفضلوا زي ما انتوا، الاحترافيه والاحترام والنظام والمبادئ ما تعرفوش عنها اي حاجه. انا لما رحت الاهلي لقيت فرق كبير جدا في التعامل وفي كل حاجه. بمجرد ما بتدخل من بوابه النادي الاهلي تحس ان انت دخلت نادي محترف، نادي اوروبي. انما عندكم من اول ما بتدخل من البوابه لحد ما بتخلص تمرين وتمشي تحس ان انت قاعد في عزبه، تحس ان كل واحد بيعمل اللي هو عاوزه، اللي عاوز يحضر بيحضر، اللي عاوز يمشي بيمشي، اللي عاوز يتخانق بيتخانق، واللي له فلوس بيقول عاوز فلوسي، واللي وقعد يذكر له في شويه حاجات. وفي الاخر خالص قال له: بص، انا كنت ممكن اسامح في جزء من الفلوس اللي ليا عندكم علشان الجمهور، بس خلاص انتوا قطعتوا كل الصله اللي بيني وبينكم، وندمان اني عرقت لكم في يوم من الايام وتعبت لكم وجبت لكم انجازات، وال 82 مليون هيبقوا 100 مليون، ولو ما دفعتهمش وجها لوجه ليا انتوا عارفين هتدفعوهم فين. هوقف لكم القيد زي بقيه اللعيبه ما بتوقف لكم القيد. انه الزمالك يا ساده.